أهلا فيكم. اليوم رح نحكي عن قصة شخصية وصلتنا، هيك نص مكتوب لبودكاست، عنوانها بيني وبينها باب واحد. اها. القصة بيرويها الشاب بلهجة عامية قريبة للشامية يمكن، عن ليلة واحدة، ليلة غريبة صارت معه بفندق ببيروت. قصص اللقاءات اللي بتبدأ أونلاين دايما فيها هيك عنصر مفاجأة أو حتى قلق أحيانا. بالضبط، وهدفنا اليوم نستكشف شوي الرسائل بهالقصة، يعني عن الثقة، الوحدة والمخاطر المحتملة بهيك علاقات بتبلش على الإنترنت. تمام. والقصة حسب ما فهمت بتبلش بحالة نفسية معينة للراوي، كان مرهق يمكن هربان من ضغوط، صح؟ صحيح، كان بوضع خلينا نقول هش شوي، وهالشي يمكن أثر على قراراته. البداية كانت مثل ما كتير بيصير هلأ، من تطبيق تعارف. تطبيقات التعارف عالم بحد ذاته. تماماً، وشافوا ملف بنت اسمها رهف. الملف كان غامض شوي، وهالغموض يعني هو اللي شده يمكن. وهون أول نقطة مهمة، الغموض جذاب أكيد، بس مرات بيكون كمان مؤشر للشي مش واضح. هل هو كان بينجذب للغموض نفسه؟ ممكن يكون جزء من رغبته بهروب من شي روتيني، شي واضح ومعروف. الأمور على كل الحال تطورت بسرعة لمكالمة تليفونية. والمكالمة كيف كانت؟ هو بيوصف صوتها إنه كان مغري جداً، يعني صوت جذاب بشكل استثنائي، وحكت معه عن الوحدة وعن إنها تعبت من التمثيل قدام الناس. هالكلام بيلمس وتر حساس عند كتير ناس، خصوصي لو الشخص نفسه حاسس بشي مشابه. بالضبط، وهالشي خلق إحساس يمكن بالتواصل السريع، بس بنفس الوقت يمكن يكون هالنوع من التواصل المبني على مشاركة الضعف بسرعة شوي خطير. أكيد خطير، ممكن يكون حقيقي وممكن يكون مجرد أداء بيخلق تقارب فوري، صح؟ بس ممكن يعمي عن الحقيقة كمان. والمفاجأة الحقيقية كانت لما فجأة خبرته إنها تحت الفندق. تحت الفندق؟ بنفس الليلة؟ بنفس الليلة، وبدها تطلع لعنده. هو تردد شوي، شافها من الشرفة أول، وبعدين سمح لها تطلع على الغرفة. واو، قرار جريء كتير صراحة، يسمح لحدا غريب تماماً يدخل مساحته الخاصة بهالسرعة. جريء ومحفوظ بالمخاطر أكيد، بس يمكن بحالته النفسية وقتها كان بده يكسر الروتين بأي شيك. مفهوم، بس بيضل في مجازفة كبيرة. طيب شو صار جوا الغرفة؟ بالبداية الأجواء صارت حميمية شوي، تلميحات مباشرة منها، مثل جملة "شو خايف؟" تصعيد يعني. تماماً، بس بعدين فجأة كل شيء تغير. كيف يعني تغير؟ هي نفسها تغيرت، بلشت تسأله ليش وثق فيها بهالسرعة، كيف بيقدر يدخل حدا غريب على غرفته هيك، وصارت تلمح لوجود رهانات وإن في ناس بتتسلى بقلوب غيرها. يا لطيف، تحول مخيف جداً، من الإغراء للتهديد المبطن تقريباً. بالضبط، هو نفسه جن جنونه، خاف كتير، راح يتأكد إذا في حدا على الباب، ما لقى حدا. وهذا بيزيد التوتر أكتر، حالة من الارتباك والخوف الشديد. هل هي كانت جادة؟ هل في خطر حقيقي؟ ما كان واضح أبداً، ولما رجع للغرفة لقاها عم تستعد لتمشي، وقالت له إنه كل الموضوع كان مجرد اختبار. اختبار؟ إيه اختبار لشو؟ قالت اختبار لتعرف إذا هو مثل الباقيين، وقالت له إنه نجح بالاختبار لأنه حسب كلامها أظهر نضج غير متوقع، وبعدها مشيت. تفسير الاختبار هاد بحد ذاته بيفتح 1000 سؤال. هل هو حقيقي ولا مجرد طريقة لتبرير تقلبها المفاجئ، أو يمكن لتغطي على شيء تاني؟ صراحة الراوي نفسه ما عرف، والقارئ كمان ما بيعرف، بس الأثر عليه كان واضح جداً. أكيد، تجربة مثل هاي بتترك أثر عميق. هو بيقول بعدها إنه صار حذر كتير، ما عدت فتحت بابي بسهولة ولا قلبي. وهاي النتيجة المباشرة يمكن لصدمة الثقة. كيف تجربة واحدة، خصوصي إذا غامضة ومشحونة هيك، ممكن تغير طريقة تعاملنا مع الناس ومع القرب. صحيح، وهو لخص الدرس اللي تعلمه بجملة بسيطة: مش كل إغراء حب، ومش كل اقتراب صدق. جملة قوية وفيها كتير من الحكمة، بس كمان التحدي مش بس نميز بين الإغراء والحب، الأصعب هو نفهم النوايا الحقيقية وراء الاقتراب، وهذا بده وعي ويمكن شوية شك صحي، بس بدون ما نسكر على حالنا تماماً. وهون السؤال الأهم يمكن: كيف منلاقي التوازن؟ بعالمنا اليوم العلاقات الافتراضية والواقعية كتير متداخلة. كيف نوازن بين رغبتنا الطبيعية بالتواصل
وبين الحذر المطلوب. تماماً. والقصة بتخلينا نفكر كمان بدوافع رهف نفسها بغض النظر شو كانت، بس الأهم بتخلينا نفكر بالأقنعة اللي الناس بتلبسها أو اللي منواجهها، خصوصي بالعالم الرقمي. لأي درجة ممكن نوثق باللي بنشوفه على السطح؟ ومتى بصير الحذر الزايد عائق؟ سؤال صعب وبيضل مفتوح. بضل مفتوح، وتجربة كل شخص بتختلف. المهم نتعلم من التجارب، سواء كانت تجاربنا أو تجارب غيرنا اللي بنسمع عنها. أهلاً بكم من جديد. اليوم منكمل الغوص بقصة رجعت رهف بس مو لحالة. الجزء الثاني هاد بياخدنا لمكان أعمق ويمكن يعني أكثر قتامة من اللي شفناه قبل. تماماً. مهمتنا هون إنه نستكشف شو صار، نحلل الرسائل اللي ممكن تكون مخفية، ونفهم الخطر الحقيقي اللي كان حوالين الراوي. إيه؟ الخطر اللي ما كان واضح بالبداية أبداً. الانطباع العام إنه القصة خلصت بالنسبة إله، بس فجأة ترجع رهف وبتقلب كل شيء. خلينا نبلش من لحظة العودة الغامضة هاي. فعلاً البداية غريبة شوي. توصل للراوي رسالة نصية بوقت متأخر بالليل من رقم غريب تماماً. غريب يعني ما بيعرفه؟ لا أبداً. والرسالة بتقول بعدك بتفكر فيا لأنه أنا ما نسيتك. واضح مين المقصود، أكيد رهف. يعني رجعت تطل براسها. بس اللي بيجي بعد هيك هو اللي بيزيد القلق صراحة. صورة لرهف ومعها شاب تاني غريب. شاب تاني مو لحالها؟ لا، ومع الصورة رسالة تانية. شو، غيرت رأيك؟ فيك تكون معنا. هون كلمة معنى بتوقف الواحد. معنى. هاي الكلمة فوراً بتخلي الواحد يفكر. يعني ليش معنى مش معي؟ بالضبط. هي النقطة اللي بتدق ناقوس الخطر. يعني ما عادت دعوة شخصية أو عاطفية، كأنها تلميح لشيء أكبر، لشيء يعني جماعة أو... إيه؟ هيك بيبين. بتوحي بوجود طرف ثالث أو أكتر. معنى تفتح الباب لاحتمالات كتير مقلقة صراحة. ما عادت القصة بين شخصين وبس. والقلق بزيد أكتر مع الرسالة الصوتية، صح؟ الراوي بيوصف صوتها أنه كان بارد ومزيف، كأنه مو صوتها الحقيقي. تماماً. وصف الصوت هيك بيعطي إحساس بالغرابة وبالتصنع، وكأنها عم تقرأ شي مكتوب أو حدا تاني عم يحكي من خلالها. وبتحكي عن اختبار لقوة الراوي واستعداده ليدخل عالمها. هون الموضوع يعني أخذ منحى تاني خالص. 100%. هاي النقطة اللي بتنقل القصة من مجرد علاقة قديمة معقدة لشي تاني تماماً. الحديث عن اختبار ودخول عالمها بيخليها تبين كأنها عملية انتقاء أو تجنيد يمكن؟ ممكن، أو فلترة لحدا يدخل لشي مجهول. كأنها صارت بوابة لعالم تاني له قوانينه الخاصة، وواضح إنه عالم مش آمن أبداً. والأمور بتتطور أكتر لما الراوي ببلش يحس إنه مراقب، مش بس إحساس، صح؟ لا، الموضوع تطور. بتوصله صور شخصية له بأماكن خاصة، صور هو متأكد إنه ما نشرها أبداً. صور خاصة؟ يعني مثل شو؟ صور من بلكون بيته لسيارته بأماكن معينة، صور بتدل إنه في حداً عم بيراقبه عن قرب. ومع كل صورة نفس السؤال، لو كنت مكاني كنت شو عملت؟ يا لطيف، هون تجاوزوا كل الحدود. هذا ترهيب نفسي واضح ومباشر. بالضبط. استخدام صور خاصة هو اختراق للخصوصية. هدفه واضح، زعزعت ثقته بنفسه، إشعاره بأنه مكشوف ومحاصر. والسؤال هاد لو كنت مكاني هو ضغط نفسي. كأنه بيحاولوا يخلوه يشكك بحاله وبقراراته. تماماً. يمكن لحتى يدفعوه ياخد قرار متسرع، قرار مبني على الخوف مش على التفكير. طب الراوي بالأخير بيقرر إنه لازم يواجه، ما عاد في يضل هيك. بيرسل رسالة لرهف، بده يفهم شو القصة. شو كان الرد؟ الرد كان يعني صادم وبيكشف كتير شغلات. قالت له اجيت متأخر، اللعبة بلشت وانت داخل فيها من أول ما فتحت لي الباب. اللعبة بلشت، يعني هو كان جزء من لعبة من البداية وهو ما بيعرف. هيك معنى كلامها. هاي لحظة الكشف الكبيرة. يمكن الرد أكد إنه رهف مش مجرد شخص بتصرف بغرابة، هي جزء من شيء أكبر، لعبة مثل ما سمتها. وشو طبيعة هاي اللعبة؟ القصة بتوضح أكتر؟ بتلمح بقوة لوجود شبكة منظمة، شبكة بتستدرج الشباب، يمكن بيستغلوا فضولهم أو وحدتهم أو بحثهم عن شيء مختلف. كلمة لعبة هون هي مجرد واجهة لشيء أخطر،
يعني رهف كانت خلينا نقول الطعمة أو الواجهة لهاي الشبكة. القصة كلها كانت عبارة عن فخ. هيك الأرجح. القصة بتتحول من تجربة شخصية مخيفة لتحذير، تحذير من خطر منظم وحقيقي. الخطر مو بس رهف، الخطر هو الشبكة اللي وراها والأساليب اللي بيستخدموها. هي قصة عن كيف ممكن الفضول يودي لمتاهات خطيرة كتير. تماماً. وكيف البحث عن تواصل ممكن يتحول لاستدراج. بس الملفت إنه الراوي بالأخير نجا. كيف؟ هو نفسه بيعترف إنه النجاة ما كانت بسبب ذكائه أو خططه. إيه، هاي نقطة مهمة كتير. هو بيقول إنه نجا لأنه قلبه حذره في آخر لحظة. يعني الحدس، الغريزة. بالضبط. القصة كأنها بتأكد على أهمية هالصوت الداخلي. بمواقف الغموض والخطر اللي مو مفهوم تماماً، أحياناً الحدس بيكون هو طوق النجاة. لازم الواحد يسمع لهالتحذير الداخلي. طيب، لو بدنا نلخص الفكرة الأساسية اللي بتوصلنا من كل هالحكي، ممكن نقول إنه رهف كانت مجرد بداية، قناع لشيء أكبر ومستمر. 100%. وإنه في ناس حوالينا هدفهم مو التواصل أو المشاركة، هدفهم مثل ما نذكر بالقصة يكسروا الآخرين. وهون بيجي التحدي الأكبر. كيف الواحد يميز بين القصة العادية واللعب الخطرة والتهديد الحقيقي؟ وهذا هو التحدي بعالمنا اليوم. الحدود بين الحقيقة والافتراض، بين الصداقة والاستغلال، أحياناً بتكون كتير ضبابية. وهيك منوصل للسؤال الأخير اللي بنتركه مفتوح للتفكير، السؤال اللي ضل يتكرر بالقصة: لو كنت مكاني كنت شو عملت؟ سؤال صعب فعلاً. يعني لما الواحد يلاقي حاله بموقف غامض ومقلق زي هاد، مشاعر مختلطة، خطر غامض، الأفضل المواجهة ومحاولة كشف الحقيقة مهما كان الثمن، ولا الانسحاب السريع لحماية النفس من المجهول؟ سؤال بيخليه الواحد يفكر كتير بصراحة. شو ممكن يكون القرار الصح بهيك لحظة؟